قال: ما الفرق بين تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد؟ هم كانوا من سابق يعرفون بجماعة الجهاد، ثم مؤخرا عرفوا بأصحاب تنظيم القاعدة، وذلك عند أن انضم أيمن الظواهري مع أسامة. كان أسامة مع من معه يعرفون بجماعة الجهاد، ثم انضم أيمن الظواهري مع أسامة فعملوا تنظيما جديدا عرف بتنظيم القاعدة. والذي أردى بأسامة وجعله يقع في التكفير وفي غير ذلك هو أيمن الظواهري مصري، وأيمن الظواهري من أفراد حزب الإخوان المسلمين، ومن المتخرجين من السجون في مصر. ومعلوم أن التكفير في هذا العصر ترعرع في سجون مصر. نحن لا ننكر ظلم الدولة المصرية، لكن أيضا هذا الظلم الذي حصل لهم أو عليهم كان له أسباب، ومنها أن حزب الإخوان قام بأمور ثورية عسكرية ففتكت بهم الدولة المصرية أيما فتك. فعلى كل كما سمعتم أن نشأة التكفير في هذا العصر كانت على يد حزب الإخوان المسلمين. فالسريون عندهم نزعة تكفيرية وهو مأخوذ من الإخوان المسلمين، لأن سيد قطب وهو الثاني في إقامة الجماعة وفي التنظير لها كان تكفيريا جلدا. وهكذا الفرقة التي حصلت في الجزائر، الفرقة السلفية المسلحة والجهاد المسلح في الجزائر باسم السلفية، هم يرجعون إلى حزب الإخوان. وهكذا أصحاب الاتحاد في الصومال، الاتحاد الإسلامي، عندهم تكفير، يكفرون من يكفرون المسلمين ومردهم إلى الإخوان. وفرق كثيرة أوضحناها في كتابنا تمام المنة في فقه قتال الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأخ: هل يقال لأصحاب تنظيم القاعدة خوارج؟ الجواب: نعم، يقال لهم خوارج، ويقال لحزب الإخوان المسلمين خوارج، ويقال لحزب التحرير خوارج، والحزب السروري خوارج. أن الحزب السروري قد خرج في الجزائر وفي غير ذلك،